واخيرا وبعد طول انتظار وتأجيلات كتير نزل الجزء الثاني من الفيلم الرائع دون. وانا بالنسبه لي الجزء الاول من دون اللي نزل سنه 2021 كان ولا يزال تحفه فنيه ومن افضل افلام الخيال العلمي والفانتازيا اللي اتعملت في التاريخ، وكان هو الفيلم الاول في قائمتي لافضل افلام سنه 2021. ومؤخرا بدات اقرا روايات فرانك هيربرت الاصليه وادخل في العالم ده اكتر، فكان حماسي للجزء الثاني واصل لاعلى درجاته. فهل قدر دون الجزء الثاني انه يسد قدام كل التوقعات دي وينافس الجزء الاول؟ وهل قدر المخرج الكندي دوني فيلينوف انه يواصل نجاحه في ترجمة تحفة فرانك هيربرت على شاشة السينما؟ اهلا بيكم، انا محمود وفي الفيديو دوت هتكلم عن الجزء الثاني من فيلم دون. فلو مهتم يلا بينا نبدأ. فيلمنا بيبدأ على طول مع بول اللي بيكمل رحلته اللي بدأها مع الفريمن، وبتتبع محاولاته للسيطرة على كوكب أراكس والقضاء على عائلة الهاركونن مع شبح مخيم على الأجواء اسمه الكويزيت سهادرا. اعتقد بعد الفيلم ده سهل جدا اقول ان احنا جيل محظوظ باننا بنشهد مولد ملحمة سينمائية متكاملة اسمها كثيب. مش عشان الفيلم مفهوش غلطة اطلاقا، الفيلم عنده نصيبه من المشاكل، لكن مقارنة بمستوى المكافآت اللي بيقدمها المشاكل دي تعتبر لا تذكر. فيلم بيعلي مستوى التحدي على اي فيلم هيصنف نفسه خيال علمي في المستقبل، وبيقدم درس ازاي تحول عالم بحجم عالم روايات دون لعمل فني هيعيش سنين وسنين على الاقل معايا. وعلى ابداع دوني فيلينوف السابق واللي هنشوفه في المستقبل هيبقى دايما اسمه بالنسبه لي مقترن بتحفه دون. خليني الاول احاول اوصل احساسي اثناء المشاهده. في بدايه الفيلم مش هنكر حسيت باحباط شويه، وقلت ان انا رفعت توقعاتي جدا لدرجه اني ما بقتش راضي باللي بيحصل قدامي. بيختار فيلينوف انه يهدي ايقاع فيلمه تماما في نصه الاول. اقصى لحظات الاثاره بتتمثل في مشاهد تدريبات بول علشان يكون واحد من الفريمن، المشاهد اللي حرفيا معدوده على الصوابع. وما تفهمونيش غلط، مش قصدي ان الفيلم ممل اطلاقا، الفيلم ابعد ما يكون اصلا عن الملل، لكن في الجزء ده بيختار فيلينوف انه يخلينا ناخد رحله بين الفريمن، عاداتهم وتقاليدهم والترتيب المكون للفئات المكونه للجماعه دي. بنعيش مع معتقداتهم الغريبه وبنتبع بول في محاوله كسب ثقتهم والتماهي داخل جوانب العالم ده، خصوصا مع انقسام الفريمن لقسمين تجاه وجوده بينهم. قسم بيقرب ان هو لسان الغيب وهو الشخص المختار اللي هيحول كوكبهم الصحراء لجنة خضراء، وقسم تاني شايف انه مفيش حاجة اصلا اسمها لسان الغيب، وان دي بس خرافات زرعتها كاهنات البني جيسرت بين شعبهم، وان بول وامه غرباء المفروض ان هم يترموا في الصحراء. ده غير علاقته اللي كانت بتتطور بتشاني. والنص الاول من الفيلم فيه درجة من النضج الكتابي مدهشة. بسهولة كل المعلومات عن الفريمن بتوصل لك من خلال الرحلة اللي بتخوضها مع بول، مفيش حاجة بتتقال في وشك بشكل مباشر كده. بس بتسرعي المعتاد حكمت ان جزء ايقاعه اهدى من اللازم، وما بقتش فاهم احنا ليه سايبين كل الاثارة اللي وصلنا لها في نهاية الجزء الاول وبنطول في احداث مش شايف ليها فايدة. ولو جالك الاحساس ده وانت بتتفرج احب اقولك انت غلط، زي ما انا كنت غلط بالظبط. تقريبا ده كله بيتغير تماما في المشهد الاخير في النص الاول من الفيلم، تحديدا اللي قبل الاستراحة عندنا في السينمات المصرية او يمكن بعد مرور ساعة وتلت من الفيلم، خصوصا مع ظهور شخصية اوستن باتلر، وكل حاجة فجأة بقت منطقية. تصاعد رهيب في إيقاع الفيلم وتطور متتابع في الأحداث، وكل لحظة كنت بشك فيها في النص الأول من الفيلم حسيت بقيمتها في النص التاني. كل لحظة هدوء في النص الأول كانت مدخل علشان نفهم خبث سياسة العالم ده وتشعب شخصياته وتداخل مصالحها، ونندمج مع المكائد والتدابير والخطط اللي بيتم حياكتها ورا أقنعة اسمها أقنعة البني جيسرت. كل مرحلة صمت في النص الأول كانت بتمهد لحدث صادم ومفاجآت غير متوقعة في النص التاني. كل مرة كنت بحس ان الفيلم بيسارع في تطور احداثه كنت بلاقي نفسي تلقائيا بخرج بجواب لاسئلتي، الجواب ده اتمهد له في النص الاول. وده يمكن بنظرة اشمل شوية يخليني اقول ان النص الاول مش اكتر متعة من النص التاني، لكنه اكتر نضج اكيد على مستوى السيناريو. وباننا اتكلمنا عن السيناريو خلينا شوية نتكلم عن شخصيات الفيلم. Okay, I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about? تطور شخصية بول من أعقد ما يمكن. الشخص اللي كان مغلوب على أمره في الجزء الأول بقى صاحب قرار، فجأة بيلاقي نفسه محاط بكتير بشر بنوايا مختلفة، منهم اللي عايز يحوله الرمز ومنهم اللي بيحاول ينسفه من على وجه الكوكب. ده غير تعقيد علاقته بتشاني اللي هي كمان بتواجه تحديات بين حبها لبول ومعارضتها لكل ما يمثله. ده غير تحولات شخصية جيسيكا اللي فجأة بتلاقي نفسها في مكانة أعلى منها بكتير، بتفتح قدامها آفاق عمرها ما وصلت ليها قبل كده، واحنا بنتكلم عن سيدة من سيدات البني جيسرت. مع اداء جبار من ريبيكا فيرجسون للشخصية، كانت الاداء الافضل بالنسبة لي في الجزء الاول، لكن المرة ديت بيخطف منها الانظار اوستن باتلر بشخصية بلاش اتكلم عنها كتير،
والافضل تتفاجئوا بيها في الفيلم زي ما انا اتفاجئت بيها بالظبط. وكالعاده تيموثي تشالامي ممثل رهيب وعنده اللحظات اللي بيخطف فيها الكاميرا. اتفقنا او اختلفنا على مدى تقبلنا ليه كممثل، الا انه ما نقدرش ننكر انه ممثل رائع، والفرص اللي بتتقدم له هتوصله في يوم من الايام لمكانه عاليه جدا. وعلى تعدد نجوم الفيلم الا ان كل واحد منهم عنده اللحظه اللي بيتالق فيها، حتى بالنسبه للشخصيات اللي بتظهر لثواني معدوده على الشاشه. حتى الناس اللي انت ما تتوقعش منهم تمثيل قوي عندهم لحظات بيثبتوا فيهم انهم عندهم موهبه، وكلامي بالتحديد مركز على ديف باتيستا. والفيلم حقيقي مليان نجوم، اهمهم طبعا زندايا، خافير بارديم، جوش برولين، فلورنس بيو، ستالين سكارسغارد، وكريستوفر وولكن وغيرهم كتير. وبعدين بقى ده كله كوم، وعندنا البطل الاساسي في الفيلم ده كوم تاني، المبدع دوني فيلينوف. والراجل دوت كان اول فيلم اشوفه له كان ارايفل، ومن وقتها وهو بالنسبه لي اكتر شخص بيعرف يحسن استخدام السي جي اي على الشاشه. قدرته على التخيل وخلق تفاصيل العالم حقيقي مخيفه، وهنا بتكلم على ادق التفاصيل اللي ممكن تتراوح بين اداه للاضاءه او بوصله لتصميم وحش زي دوده الرمل او زي ما بيسميها الفريمن الشاي هلود، ويكمل لاشكال المركبات الفضائيه واسلحه الحرب. مخرجين كتير بيستخدموا السي جي اي ببراعه، لكن فيلينوف بيستخدمه بابداع مفيش زيه، للدرجه اللي تخليك تفكر انه العالم ده لو حقيقي هيبقى شكله كده فعلا. ده غير التصوير المدهش برضه، خصوصا في النص التاني من الفيلم. في كم مشهد في الفيلم بيعتبر ايقوني جدا من الناحيه التصويريه، حقيقي لما ظهروا كنت عايز اسقف من جمالهم. الراجل بالكاميرا قادر يخلي الصحراء تنبض بالحياه، وطبعا التجربه البصريه بتكمل علشان تشمل الازياء والمكياج. ده غير مشاهد الاكشن المبهره في الجزء ده والكتيره والمصممه باتقان. على الرغم من ان تصنيف الفيلم البي جي 13 لسه بيحدها شويه، لكني ما حسيتش ابدا باي نقص على مستوى مشاهد الاكشن. ده غير انه طور لغه خاصه من العدم علشان تبقى لغه الفريمن اللي بيتكلموا بيها في الفيلم. وده كله وانا لسه ما اتكلمتش على موسيقى عمنا هانز زيمر الغير قابله للنقاش. مش بس الموسيقى اللي حلوه، وانما المؤثرات البصريه مبهره، صوت الانفجارات، صوت حيوان صغير موجود بعيد في الخلفيه بطريقه ما، وقيس على كده كل حاجه بقى في الفيلم. اخيرا حاله السعاده والشبع اللي حاسس بيهم حاليا غير قابلين للوصف. السينما اتعملت علشان افلام زي دون، وعلى الرغم ان هقرر ان ده غالبا حدث بيحصل مرات قليله قوي في السينما، واحنا محظوظين لاننا بنعايش العظمه ديت وقت عرضها. وحقيقي لو عندك فرصه الفيلم ده ما يتفوتش في السينما، لانه هيبقى ظلم لو شفته على اي شاشه اقل من شاشه السينما. واكيد تقييمي لفيلم دون هو العلامه الكامله 10 من 10. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندي النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا. شاركوني مدى حماسكم للجزء الثاني من الفيلم، وايه رايكم لو شفتوه. واكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات مكتوبه للافلام اللي بشوفها. الروابط كلها تحت الفيديو. انا محمود، سلام.